اهلا بيكم طلاب الثانويه العامه في كل مكان. معاكم مستر محمد الصاوي. النهارده هنتكلم في فيديو جديد على النسيسيتي. نسيسيتي يعني الضروره، يعني ايه هاف تو وماست واستخدامات ماسنت، كل ده هنعرفه في فيديو النهارده. ويلا بينا نبدا على طول. يلا بينا نبدا مع بعض بتعريف يعني ايه نسيسيتي، يعني ايه ضروره. تعالوا ندي مثال كده مع بعض بالراحه بالعربي عشان نفهم يعني ايه necessity، يعني ايه ضروره. الضروره لما تكون انت مضطر على فعل شيء بس ما عندكش اوبشنز او اختيارات انك تعمل الفعل ده. يعني ايه؟ يعني دلوقتي لو انت مضطر تذاكر او عندك امتحان، فانت بايه طبيعي انت مضطر تذاكر عشان تنجح في الامتحان. او لو انت مضطر تسافر، فانت غصب عنك مضطر تطلع باسبورت اللي هو جواز السفر عشان تسافر بيه. فاي فعل انت مضطر تعمله او ما عندكش اختيارات فعل الشيء ده، ده اسمه النسيسيتي، يعني الضروره. تعالوا بقى نشوف مع بعض الضروره. اول حاجه عندنا هنتكلم على الضروره في البريزنت، في المضارع. اول شكل من اشكال الضروره في البريزنت. قال لي الضروره في البريزنت بتتكون من ايه؟ الشكل الاولاني يعني قال لي بتتكون من حاجه اسمها has to plus infinitive. has to plus infinitive. طب has to دي بيجي معاها ايه؟ قال لي بيجي معاها هي وشي وات واي اسم مفرد. يبقى has to plus infinitive معناها مضطر في المضارع بيجي معاها هي وشي وات واي اسم مفرد. عندنا كمان have to plus infinitive برضو، بس بيجي معاها ايه؟ I we ويو وthey واي اسم جمع. يبقى الضروره في البريزنت او الشكل من اشكالها has to plus infinitive و have to plus infinitive. تعال نشوف امثله مع بعض عشان نوضح اكتر. بيقول لي ايه؟ بيقول لي I have to wear the school uniform. انا مضطر ارتدي اليونيفورم بتاع المدرسه اللي هو الزي المدرسي يعني. فانت هنا ايه؟ I have to هنا معناها انا مضطر. يعني ايه مضطر؟ يعني زي ما قلت لك من شويه، يعني غصب عني، انا ما عنديش اختيارات عشان المدرسه عامله سيستم او نظام اللي احنا لازم نلبس اليونيفورم الزي المدرسي، فانا مضطر غصب عني البس الزي. فلما اكون مضطر بقول ايه؟ I have to wear، انا مضطر ارتدي. تعال نشوف مثال كمان. He has to pass the driving test to get a license. هو مضطر انه يجتاز الدرايفنج تيست، امتحان السواقه، عشان يحصل على رخصه. فانت هنا غصب عنك عشان تطلع رخصه لازم تجتاز امتحان السواقه. يعني انا مضطر غصب عني اجتاز امتحان السواقه، مفيش اختيارات عشان اقدر اطلع رخصه. فخلاصه اول جزء عندنا هو البريزنت، الضروره في المضارع، وهو have to و has to plus infinitive لما اكون مضطر في المضارع. تعال نشوف الشكل الثاني من الضروره في البريزنت. عندي حاجه اسمها ايه؟ needs to وكمان عندي needs to اللي معاها هي وشي وات واي اسم مفرد برضو. دي needs to معناها برضو ايه؟ مضطر، بس فين؟ في البريزنت برضو. طب وايه كمان؟ وعندنا حاجه اسمها need to، بس need to بيجي معاها ايه؟ بيجي معاها I وي ويو وذي واي اسم جمع. يبقى needs to و need to plus infinitive بتساوي have to و has to plus infinitive اللي معناهم ايه؟ مضطر فين؟ في البريزنت. تعال نشوف امثله برضو. بيقول لي I need to get up early on school days. أنا مضطر أصحى بدري أيام الدراسة. زي ما اتفقنا هنا مضطر يعني غصب عني، أنا ما عنديش أي اختيارات أو اوبشنز إن أنا أعمل الشيء ده، فمضطر إن أنا أصحى بدري أيام الدراسة. هنشوف مثال كمان. He needs to study hard to pass the exam. هو مضطر يذاكر بجد عشان يجتاز الامتحان. ده هنا برضو إيه؟ مضطر في البريزنت. خدت بالك ان هي مع needs الاسم ما تنساش، ومع الجمع معانا need من غير اس. طيب في شكل تاني من اشكال necessity في المضارع. قال لي في شكل التالت كمان، تالت شكل من اشكال الضروره في المضارع، وهو عندي بقى ايه؟ am is are وبعد كده to plus infinitive. am is are to plus infinitive. يبقى verb to be اللي هو am is و are بعديه to بعديه مصدر، ده بيعبر عن ايه؟ عن برضو necessity الضرورة في البريزنت. تعال نشوف امثلة برضو مع بعض. I am to do my homework معناها انا مضطر اعمل homework. تعال نشوف مثال كمان. at
the end of the course في نهاية الكورس يعني all students كل الطلبة are to take an exam يعني كل الطلبة لازم أو ضروري إنها تاخد امتحان أو تمتحن. يبقى am is are to plus infinitive بتعبر برضو على إيه؟ على necessity الضرورة فين؟ في المضارع. ده الشكل التالت. وتعالوا نشوف مع بعض إيه ملخص necessity أو الضرورة فين؟ في present. مبدئيا كده هنشوف إن have to و has to plus infinitive بتساوي بتساوي إيه بقى؟ أيوه need و needs to plus infinitive بتساوي كمان am و is و are to plus infinitive. يبقى دلوقتي الضرورة في المضارع 3 أشكال have to has to plus infinitive need to needs to plus infinitive برضو am is are to plus infinitive. دي الضرورة فين؟ ضرورة في البريزنت. تعال نشوف أمثلة مع بعض. بيقول لي I have to wear the school uniform أنا مضطر أرتدي الزي المدرسي. ده نفس المعنى I need to wear the school uniform نفس المعنى كمان I am to wear the school uniform. يبقى كده خلصنا البريزنت الضرورة في المضارع اللي ليها 3 أشكال have to has to we need to needs to و am و is و are to بعديهم كل دول بعديهم to plus infinitive. وتعالوا نروح مع بعض للضرورة فين؟ في الباست في الماضي. الضرورة في الماضي بقى حاجة سهلة جدا had to plus infinitive had to plus infinitive. كل اللي هنعمله احنا هنجيب ايه have to الماضي من have to اللي هو ايه had to plus infinitive. الضرورة في المضارع في الماضي الضرورة في الماضي يعني لما اكون مضطر تعمل شيء بس فين؟ في الماضي. طب ما تيجي نشوف مثال مع بعض كده. I had to sleep early yesterday as I had an exam today. أنا كنت مضطر أنام بدري امبارح عشان كان عندي امتحان النهاردة فكان ضروري إني أنام بدري إمتى؟ yesterday امبارح. تعال نشوف مثال كمان. علي had to go to the doctor yesterday as he was ill. علي كان مضطر يروح الدكتور امبارح عشان هو كان تعبان فبالتالي هو كان مضطر فين؟ في الماضي عشان كده استخدمنا had to plus infinitive. يبقى كده الضرورة في المضارع خلصناها وكمان خلصنا الضرورة فين؟ في الماضي. طب هنروح ناخد دلوقتي بقى حاجة اسمها lack of necessity. lack of necessity يعني عدم الضرورة. يعني عدم الضرورة لما ما تكونش بقى مضطر عكس necessity بالظبط. انت هنا بقى في عدم الضرورة انت مش مضطر تفعل شيء. او هنبدأ بالاول في عدم الضرورة فين؟ في البريزنت. عندي ايه؟ عندي don't و doesn't have to plus infinitive. يبقى اول شكل من اشكال عدم الضرورة في المضارع don't و doesn't have to plus infinitive. واللي بتساوي كمان don't و doesn't need to plus infinitive. يبقى عدم الضرورة في المضارع don't و doesn't have to مصدر don't و doesn't need to plus infinitive برضو. اللي بتساوي حاجة تالتة كمان وهي حاجة اسمها needn't plus infinitive. needn't plus infinitive. لاحظ needn't مهمة جدا جدا جدا. طب يا ترى needn't ايه الفرق ما بينها وبين don't have to don't need to؟ كل الحكاية ان needn't بيجي وراها مصدر مباشرة لكن لو don't have بيجي بعدها to مصدر don't need بعدها to مصدر لكن needn't بيجي بعديها المصدر من غير to. يبقى needn't plus infinitive برضو تعبر على عدم الضرورة فين؟ في المضارع. تعال نشوف أمثلة مع بعض. I don't have to go to school. أنا مش مضطر أروح مدرسة. It's a holiday يعني دي أجازة. فطالما أجازة مش مضطر مش لازم أروح المدرسة. نفس الجملة دي أقدر أعبر عنها I don't need to go to school. نفس الكلام استخدمت don't need to اللي بيساوي don't have to. ممكن استخدم كمان needn't وأقول I needn't go to school. أنا مش مضطر أروح المدرسة برضو عشان أجازة. يبقى ما ننساش عدم الضرورة في المضارع 3 أشكال don't و doesn't have to زائد المصدر don't و doesn't need to plus infinitive وآخر حاجة needn't plus infinitive. عدم الضرورة فين؟ في المضارع. تعالوا بقى نروح لعدم الضرورة بس فين؟ في الباست في الماضي. عندنا أول حاجة didn't have to plus infinitive. طب جت ازاي دي؟ دي النفي بتاع had to. يبقى had to مضطر في الماضي لما اجي فيها بستخدم didn't have to plus infinitive. تعال نشوف مثال كده. I didn't have to buy a new pen as I have many. أنا ما كنتش مضطر أشتري قلم جديد لأن معايا ياما أو معايا قلم كتير. فأنا هنا في الماضي ما كنتش مضطر. يعني أنت رحت المكتبة تشتري قلم امبارح فأنت ما اشتريتش عشان ما كنتش مضطر ما كنتش مضطر عشان عندك قلم كتير.
تعال نشوف شكل تاني من اشكال عدم الضرورة في الماضي. عندي شكل تاني needn't have past participle. needn't have past participle مهمة جدا جدا. needn't have تصريف تالت دي مهمة جدا. ليه؟ هنعرف لما نشرح بالمثال. I needn't have bought a new pen as I have many. ما كنتش مضطر اشتري قلم جديد عشان عندي كتير. طيب يبقى كده didn't have to مصدر و needn't have past participle الاتنين معناهم ايه؟ ما كنتش مضطر. ما كنتش مضطر اعمل شيء في الماضي. ما كنتش مضطر. بس في فرق بينهم؟ الفرق خطير جدا، وده سؤال امتحان مهم جدا جدا جدا. الفرق ما بين didn't have to مصدر و needn't have تصريف تالت. ايه الفرق بقى؟ بيقول لي ان في المثال الاولاني لما استخدم didn't have to buy معناها ما كنتش مضطر اشتري قلم but I didn't buy a pen، لكن ما اشتريتش قلم. يبقى المثال الاولاني معناه ما كنتش مضطر اعمل الشيء ده وما عملتوش، معناها I didn't buy a pen. فالمثال الاولاني didn't have to buy معناه ايه؟ ما كنتش مضطر اشتري قلم في الماضي. طب وبعدين ما اشتريتش، الفيرب باي ما حصلش، يبقى ايه؟ انا ما كنتش مضطر والفيرب ما حصلش. لكن في needn't have past participle I bought a pen اشتريت قلم although I have many بالرغم ان انا عندي كتير. يبقى الفرق بين المثالين تاني ايه؟ didn't have to buy ما كنتش مضطر اشتري قلم بس وما اشتريتش، ما اشتريتش حاجة. لكن didn't have bought ما كنتش مضطر بس الفيرب هنا حصل اشتريت. عشان بقى اثبت لك المعلومة دي وما تتلخبطش فيها تاني، didn't have to مصدر الفيرب اللي هو باي ده ما حصلش. يعني الفيرب باي في المثال الاولاني لم يحدث الفيرب اللي هو ما اشتراش، لكن في المثال الثاني الفيرب باي حصل اللي هو بقى بوت. تعالوا بقى نروح مع بعض للفرق ما بين must. فرق ما بين must و mustn't. الفرق ما بين must و mustn't. يا ترى must plus infinitive دي تستخدم في بتعبر عن وايه حكايه must plus infinitive؟ must بقى يا جماعه ليها استخدامات كتيره، مش عاوزك تتلخبط ما بينها وما بين have to الضروره. must استخداماتها، اول استخدام استخدامات must قال لي بتعبر عن احساس قوي بضروره عمل شيء من وجهه نظر المتحدث، او في شيء مهم بالنسبه له المفروض يعمله. عشان كده بستخدم دايما I و مع must. يعني برضو نبسطها للناس اكتر. لما انا اكون شايف من وجهة نظري انا I او وجهة نظرنا احنا ومجموعة، يعني ان الفيرب ده او الفعل ده من المهم ان احنا نفعله، فبستخدم must. طب تعال نشوف مثال عشان نوضح اكتر. لما اكون انا مع اصحابي مثلا واقول we must study hard for our exam. احنا يا جماعة من المهم ان احنا نذاكر بجد عشان الامتحان بتاعنا. فانا هنا مفيش حد مضطر يعمل حاجه، خد بالك must هنا ملهاش علاقه بالضروره. فانا من وجهه نظري او من وجهه نظرنا احنا كاصدقاء انا شايف ان احنا must study، يعني من المهم ان احنا نذاكر. دي راي شخصي اكتر منها ضروره حد مضطر يعمل حاجه. طب تعال نشوف مثال كمان. I must improve my English. انت شايف مستواك في الانجليش مش كويس، فانت حاسس او شايف من وجهة نظرك ان انت مفروض يعني تحسن الانجليش، بس ده من وجهة نظرك الشخصية. فبالتالي بتقول I must improve my English. I must improve my English. انا شايف والله ان انا في ضرورة بالنسبة لي انا ان انا اطور الانجليزي بتاعي، او شايف من وجهة نظري الشخصية ان انا دي حاجة مهمة انا يجب ان انا اعملها. يعني ده اول استخدامات من استخدامات must. بعد كده عندنا استخدام تاني الماست هو strong advice، يعني نصيحة قوية. لما تنصح حد بس بقوة شوية بتستخدم must. خلي بالك احنا كنا طول عمرنا بناخد الشروط بتاعت النصيحة. هي شروط تستخدم نصيحة، بس كل حكاية ان لما تبقى نصيحة فيها تبقى strong شوية او تبقى قوية شوية بستخدم must. بس تقدر تقول الاتنين بيساوي بعض، بس should اقل قوة من must. تعال نشوف مثال كده. You look tired. شكلك تعبان. You must see a doctor. يجب انك تزور او تذهب للطبيب. يبقى هنا انت بتنصح
حد تعبان تقول له you must say يا دكتور، عشان كده استخدمت must هنا للنصيحة القوية. يا ترى must استخدمتها ايه تاني؟ قال لي حاجة اسمها reminder to ourselves. reminder to ourselves يعني تذكير أنفسنا بفعل شيء. لما تيجي تفكر نفسك انك بفعل شيء او تكون ناسي حاجة وعاوز تفكر نفسك بفعلها، بتستخدم must عشان تفكر نفسك بيها. يعني ايه الكلام ده؟ تعال نشوف مثال، ومن خلال المثال هنفهم. We must buy a present for Alice's birthday. احنا بيجب علينا اللي احنا نشتري هدية لعلي عشان عيد ميلاده. فانتوا عيد ميلاد علي قرب، فبتفكروا نفسكم وتقولوا ايه؟ والله احنا المفروض نشتري هدية لعلي. فهنا بتفكر نفسك وتفكر اللي حواليك اللي احنا نتذكر نشتري هدية لعلي عشان عيد ميلاده قرب. فهنا must buy لما تيجي تفكر نفسك بفعل شيء. وممكن نقول مثال كمان، مثلا ايه I must take my medicine now. يعني ايه هنا؟ انت عندك ميعاد دواء وكنت ناسيه، فافتكرت لحظة ان ميعاد الدواء عدى عليه 10 دقايق ربع ساعة، فبتقول ايه لنفسك I must take my medicine. انا المفروض اخد الدواء. هنا بتفكر نفسك في ميعاد الدواء مش اكتر. لما افكر نفسي بشيء بستخدم must. عندنا كمان استخدام تاني لماست وهو warm invitation. يعني ايه warm invitation؟ يعني دعوة حارة. دعوة حارة يعني ايه دعوة حارة؟ لما تيجي تعزم حد بعشم. لما تيجي تعزم حد بعشم. يعني تعال نشوف مثال مع بعض. You must visit me at the weekend. عندك احد الاصدقاء بتبعت له رسالة بتقول له ايه؟ You must visit me at the weekend. معناها انت بتدعوه انه يزورك فين؟ في الويك اند، بس بتدعوه دعوة بحرارة او دعوة زي ما قلنا كده بعشم، بتستخدم فيها must. عندنا كمان استخدامات must تانية وهو rules and laws. يعني القواعد والقوانين. اي قانون يجب تطبيقه، اي قاعدة يجب تطبيقها زي قواعد المرور وقوانين المرور والقواعد المدرسية، بستخدم برضو must. تعال نشوف امثلة. drivers of motorcycles يعني سواقين الموتوسيكلات must wear helmets. لازم يلبسوا يرتدوا خوذة. الخوذة بتاعت الايه؟ الموتورسايكل. طب يبقى دلوقتي طالما قانون يجب تطبيقه بستخدم must plus infinitive. must plus infinitive. عندنا كمان حاجة أخيرة اسمها recommendation. recommendation يعني توصيات وترشيحات. لما يجي ترشح حد، ترشح له حاجة أو توصيه بفعل شيء، بستخدم برضو must plus infinitive. تعال نشوف أمثلة. بيقول لي إيه؟ you must visit the Egyptian Museum. هنا بوصيك، برشح لك زيارة المتحف المصري. أنا رحت زرته وعجبني، فأنا جاي أقول لك إيه؟ you must visit the Egyptian Museum. معناها أنا بوصيك وبقترح عليك إنك تزور المتحف المصري. بعد كده نروح ل mustn't واستخدامات mustn't. مبدئيا كده mustn't يا جماعة بتعبر عن أي شيء ممنوع أو غير مسموح به. من الآخر كده أي حاجة ضد القواعد والقوانين. أي حاجة ضد القواعد والقوانين. يعني مثلا ما تروحش تشرب سيجارة في مستشفى، ممنوع. ما تروحش تشرب سيجارة في بنزينة، برضو ضد القانون والقواعد. أي حاجة ضد القواعد، مثلا ما يبقاش في مثلا منطقة ما فيهاش باركينج أو ركنة وتروح تركن فيها، ممنوع تركن هنا عشان ضد إيه؟ ضد القوانين والقواعد. تعالوا نشوف مع بعض أمثلة. بيقول لي إيه؟ you mustn't drive very fast in the city center. يعني ممنوع إنك تسوق بسرعة وسط المدينة. إيه كمان؟ بيقول لي you mustn't smoke in hospitals. ممنوع تدخن في المستشفيات. دي ضد الإيه؟ ضد القوانين. أي حاجة ضد القواعد والقوانين بستخدم لها mustn't plus infinitive طبعا. طيب تعال نشوف بقى بعض الإيه؟ تعبيرات تانية عشان بتساوي mustn't، بتعبر عن المنع، أي حاجة ممنوعة، وأي حاجة عن إيه؟ عن التحريم كمان. يبقى دلوقتي هناخد بعض التعبيرات اللي ممكن اشوفها في الامتحان بتساوي mustn't. اول اكسبريشن عندي او اول تعبير بيقول لي ايه؟ you aren't allowed. you aren't allowed معناه ايه aren't allowed؟ الفيرب allow معناه يسمح. فيرب allow معناه يسمح. you aren't allowed معناها انت مش مسموح لك. انت ايه؟ مش مسموح لك. او you aren't permitted برضو نفس المعنى. permit فيرب يعني يسمح، معناها هي الجملة دي معناها انت مش مسموح لك. to smoke in hospitals. يبقى ايه؟ يبقى انا دلوقتي عندي الاكسبريشن او التعبير بتاع mustn't وراها مصدر بتساوي ايه؟ بتساوي aren't allowed او aren't permitted to زائد المصدر. طب عندي تعبيرين كمان مهمين. بيقول لي كمان ممكن استخدم فيرب
forbid. عندي فيرب اسمه forbid معناه يمنع او يحرم برضو، فاقولها ايه؟ you are forbidden. خد بالك تركيبه الباسيف are تصريف ثالث، are بس بارتيسيبل هنا باسيف، you are forbidden يعني انت ممنوع to smoke on hospitals برضو. يبقى are forbidden معناها انت ممنوع انك ايه؟ to smoke. يبقى خد بالك aren't allowed و aren't permitted و are forbidden كل دول بيجي بعدهم ايه؟ to plus infinitive. ما تنساش كل التعبيرات دي بيجي بعدها to زائد المصدر بتعبر عن ايه؟ زي ما قلنا التحريم او منع، وتساوي mustn't. اخر تعبير معانا او تعبيرين، الفيرب ban معناه يمنع، وبروهيبت برضو يمنع او يحرم. هنجيبها برضو ايه في الباسيف برضو مبني مجهول، يبقى انت ايه؟ you are banned، you are banned او you are prohibited، you are prohibited برضو نفس المعنى، انت ممنوع. بس هنا بقى خد بالك from smoking in hospitals. يبقى are banned و are prohibited بيجي بعدها from والفيرب نضيف له ing. كل الاكسبريشنز دي عشان تعبر عن التحريم او المنع اللي بتساوي في الاخر mustn't. وبكده يكون خلصنا النسيسي ضرورة والفرق ما بينها وبين must و mustn't. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس، واشوفكم بخير ان شاء الله.